الذرة اللي قدامكم دي جلطة، ذرة متناهية الصغر. الجلطة دي او الذرة الصغيرة دي اللي هي جلطة دي، المفروض ان دي ازالها فريق طبي، ازالها من شريان بيغذي جزء اساسي في المخ. تخيلوا الذرة الصغيرة دي كفيلة، لو ما كانش الفريق الطبي شالها كانت كفيلة انها يا اما صاحبها يفضل طريح الفراش مشلول طول عمره، او ان هو يموت. انا عايزة اقول لأي انسان فيه جبروت او بيظلم حد او بيضايق حد او بيوجع قلب حد، ربنا موجود. شوفوا قدرة الله وعظمته. ذرة زي دي تتحكم في شريان أساسي للمخ، علشان ممكن تخلي إنسان يفضل طول عمره قاعد مكانه مش قادر حتى يدخل الحمام. كل واحد يتقي الله، ما نعصيش ربنا ونذكر ربنا كتير، لأن البني آدم مننا لما بيعصي ربنا، ربنا بيقول له أنا موجود. ربنا موجود مهما كان جبروت الإنسان، مهما كان الظلم أو الليل هيروح ويعدي، الليل هيعدي. صدقوني، شوف عظمة ربنا في ذرة قد كده، إنها تخلي بني آدم قاعد. فيا ابن آدم اتق الله، ما تظلمش حد، ما تعذبش حد، واذكر ربنا كتير. شفتوا بقى ربنا عظمته في ايه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي.